اغلى الصفقات في تاريخ الدوري المصري الممتاز عبر التاريخ. صلي على النبي ويلا بينا نعرفهم بسرعه. في المركز الثامن مصطفى محمد اللي تم انتقاله من نادي الزمالك الى نادي جالاتا سراي التركي مقابل 4.5 مليون دولار. وفي المركز السابع محمد عبد المنعم اللي تم انتقاله من النادي الاهلي الى نيس الفرنسي مقابل 4.9 مليون و900 الف دولار. اما في المركز السادس فبيجي ابراهيم عادل الراحل عن بيراميدز الى نادي الجزيره الاماراتي مقابل 5 مليون دولار. وبيتقاسم المركزين الخامس والرابع رمضان صبحي واحمد حجازي. رمضان صبحي اللي تم انتقاله من النادي الاهلي الى نادي ستوك سيتي الانجليزي مقابل 5 مليون و800 الف دولار. اما احمد حجازي فتم انتقاله ايضا من النادي الاهلي الى نادي ويست بروميتش الانجليزي مقابل 5 مليون و800 الف دولار. اما في المركز الثالث فبيجي كارلوس ادوارد المنتقل من نادي بيراميدز الى نادي بالميراس البرازيلي مقابل 6 مليون و400 الف دولار. طبعا الناس كلها فاكره وسام ابو علي في المركز الاول، ولكن احب اصدمك واقول لك ان وسام ابو علي بيجي في المركز الثاني بعد انتقاله من النادي الاهلي الى نادي كولومبوس الامريكي مقابل مبلغ قدر ب7 مليون و500 الف دولار. اما صاحب المركز الاول والاغلى في الدوري المصري وقاره افريقيا كلها مليك ايفونا اللي تم انتقاله من النادي الاهلي الى نادي تيانجين الصيني مقابل مبلغ 8 مليون دولار علشان يكون الاغلى في قاره افريقيا وفي الدوري المصري. وبكده عايزين المشجع الكروي الجميل تكون دي اغلى 8 صفقات تمت في الدوري المصري وفي قاره افريقيا كلها. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والفولو دعما لحبيبك اخوك محمد محسن، ودايما استنى مني كل جديد. سلام يا ريس.